انا جاي احذرك من اكبر غلطة ممكن تعملها في حق نفسك وهيترتب عليها مضاعفات خطيرة جدا جدا هتعرض نفسك ليها وانت في غنى عنها تماما. انا دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال، جاي احذركم من استخدام المسكنات مع الام المعدة. وخطورة المسكنات هنا مش بس بتقتصر على انها هتزود التهابات المعدة او تسبب لك قرح في المعدة او ممكن تأثر على الكلى، لا خالص، انا عايزة اتكلم عن موضوع اهم من كده كمان بكتير. ببساطة شديدة الام المعدة دي اسبابها كتيرة جدا جدا، فمن الافضل ان احنا نعرف سببها ايه عشان نعرف نعالج المرض اللي بيسبب لنا الم المعدة. طيب استخدمنا المسكن ده هيعمل على تسكين الالم اللي احنا بنحس بيه ده، فاحنا مش هنعرف ايه السبب، بل كمان الاعراض دي هتتفاقم وهنخش في مضاعفات خطيرة واحنا مش حاسين تماما. لو كانت الام حادة، حتى لو خدت المسكن ده لحد ما تروح المستشفى او تروح للدكتور، وده غلط كبير جدا. المسكن ده هيسكن الالم اللي بدوره اصلا هيساعد الدكتور في تشخيصك الصح، لان على حسب شدة ومكان الالم هيساعد الدكتور في تشخيصك. والنتيجة بقى لاستخدام المسكنات والاستهانة بآلام المعدة، بنسمع عن حالات انفجار المرارة، انفجار الزايدة، حالات طبعا تانية ممكن يكون آلام المعدة دي دلالة عن مرض لا قدر الله ضروري سرعة التدخل الطبي فيه، سواء تدخل دوائي أو تدخل جراحي. انت باستخدامك الغير صحيح للمسكنات بتضيع على نفسك فرصة التشخيص السريع وتدخل السريع لحالتك. والحل بسيط جدا، عندك ألم لازم تكشف، لازم تتوجه للدكتور، أو لو الألم حاد لازم تتوجه لطوارئ أي مستشفى قريبة بالنسبة لك وتعرف ايه سبب الألم ده وتتعالج منه صح، ودمتم في أحسن حال وصحة وراحة بال.